عنك يا ابو هلال، وشلون تنام في المكان ذا؟ الجو برد وما في الا صحراء، لا غرفة ولا شي. يسد عنك الهوى البارد. اترك الشغلة ذي وشوف لك شغلة اخرى، املك وفي يدلك. ومنين يا ابو بدر؟ الشغل مهما تروك لي. ريال جزبي العمر، لا لحيل اشيل ولا لحيل احط. خلني هنا ليلة تمر علي كيف ما كانت تكون، حر ولا برد. المهم احصل هالكم فلس اسد بيها جوعي وجوع عيالي. من صدقك انت؟ ترى الحالة اللي فيها انت ما تستوجب تهلك نفسك عشان كمبيزة. لا يا ابو هلال، انا راح اشوف لك غير شغل، كيف ما كان يكون اهون من ذه. لا تتعب نفسك ولا تشغل بالك، دورت قبلك كثير ولا حد وافق يشغلني عنده. لو اني شاب وعندي قوة اشتغلت في المكان اللي ابيه. يا ابو هلال، من بكرة تترك الشغل ومصروفك يجيك عند البيت، اكلك وشربك ولباسك ومسكنك وكل شيء. كيف يا اخوي وانا مصروف بذاك الحساب؟ وانت يا دوب مصروفك يكفيك. افا يا ابو هلال، لو كان عندي رغيف واحد نقسمه بالنص انا وياك. وش الكرم يا ابو بدر؟ ايش مكلف حالك وجايب كل هالغراض؟ ومن قال لك انا محتاج كل هالغراض؟ قلب المؤمن دليل يا ابو هلال، الاغراض وبعد اغراض لك عندي في البيت، المسا اجيبها لك. خجلان منك يا ابو بدر، زحمتك معاي وكلفتك. وانت شنو ذنبك؟ ايش كان انا فقير حال؟ ما ابي اسمع منك الكلام ذا، انا خويك يا ابو هلال، لو نسيت من اكون انا؟ لو بعرف اموت من الجوع عشان انت بخير بموت عشانك. والنعم منك يا طيب، لكن لا تزحم نفسك اكثر من اللازم. انت ريال على قد حالك، مصروفك زين يكفيك لاخر الشهر. وانا عندي غيرك ومن لي لو طحت؟ لا تضغط على نفسك عشاني، مو باللزوم يا اخوي. تفضل داخل يا ابو بدر. وش اسولف لك يا ابو بدر عن الحالة؟ المال هتسوء اكثر واكثر. ما عندي شي غير اللي انت تعطيني اياه. عوز الخلق ما تعرف تساعد، بس انت بتعطيني. لا اخو ولا بن عم ولا بن خال. وش عليك من الخلق؟ انا مو قلت لك مصروفك علي ولا تحاتي؟ وش تبي كلمني، انا جاهز، وان كان انا موجود ما تحتاج شيء الا وجبته لك، وانا الممنون. وشلون اجازيك يا ابو بدر؟ ما في حد يعمل اللي عملت لي. اسأل الله ان يرزقني واعوضك ولو بالقليل. ما ابي منك غير سلامتك، واكون مطمن عليك انك بخير، عسى الله يحفظك. يعمر دارك ويكبر مقدارك ويعلي شانك واشوفك باعلى المراتب. الله يجازيك بالخير ويحفظ لك عيالك ويعوض عليك الدرهم بألف. ويحفظ ويرزق الجميع. يا ابو هلال، شوف له طريق، ابى اروح عند مشاري، عندي شغل معاه. وين بتروح يا اخوي؟ الحين وقت غدا. مرت الاخره ايك واتغده عندك. سلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ابو سعود. البشارة يا ابو هلال. تكلم يا ابو سعود، اخذت قلبي معاك، تكلم. يا ابو هلال، عمك اللي عطاك عمره من سنين طلع عنده ورث ما تاكله النيران، وانت واخوانك طلع لكم من الحسبة ذي حوالي 50 مليون، يعني انت يلوحك 10 مليون دولار. يا ابو سعود انا عارفك ما تحب المزح، وانك شخص جد بكلامك. اللي ابيه منك وارجوه انك ما تمازحني كذا. ومن متى امزح معاك انا؟ خصوصا انت، ان صدقت وان ما صدقت عاد كيفي، انا اللي علي بلغتك وانت حر. صدقت ولك البشارة
إن حصلت على اللي تقوله. بس يا أبو سعود، من وين عرفت أنت؟ مو من حد، أنا كنت مع عيال عمك يوم تقاسموا الميراث، وكنت واحد من الشهود أنا وأبو ناصر. يلا عاد زين، أنت رح على شغلك وأنا أتصرف. كذا تقول لي بعد ما بشرتك عن الفلوس؟ بسرعة تغيرت، هذه لأنك فقر وتظل فقر. أقول انطم ورح، ما ناقصني إلا أنت، وأنا عندي شغل يسوى راسك. أنا رايح، لكن بسيطة يا أبو هلال. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. دريت يا أبو بدر بصاحبك كيف صار حاله أفضل حال؟ أسهم وحسابات وقصور وعمارات، سبحان مغير الأحوال. أنا اللي دريت يا فواز، اسكت عني وخلني ناسي. يقول لك متكبر على الخلق ومو شايف قدامه غير نفسه، ولا بيسلم على الناس ولا يتكلم معاهم. الفلوس تغير النفوس يا ولد، حتى أنا تغير علي وطردني من قدام بيته، لا عاد استاحة ولا خجل على حاله. عيال الفريج كلها تتكلم عليه، منهم يلي يقول سرق المقلع، ومنهم يلي يقول سرق البنك، ومنهم يلي يقول ورث، ومنهم يلي يقول من بخل. شفت يا فواز كيف مطنشني؟ ولا حتى سلام. الريال تغير كثير، كان فقير حال وحصل على مال كثير، وصار في غنى عني وعنكم. من صدقك انت تتكبر على الناس وشايف روحك بكم بيزة، وان كان عندك فلوس على نفسك مو على الناس، وبالأخص أنا يا ناكر الجميل والمعروف. نسيت لك يا اللي جايبها لك يا بالذات. أقول اسكت عاد وروح تكلم معلم مستواه. كان ما تعرف نفسك أنت دون الدون وما تسوى بيزة. لا تجي كل يوم عند بابي، راك ازعجتنا ودوختنا. بسيطة يا ابو هلال، انا ما اسوى بيزة ومستواي دون الدون. يصير خير ان كان ما ندمت على فعايلك السودة. انا موش ابو بدر، والدنيا بتدور، يوم لك ويوم عليك. تراك عورت راسي وانا مو فارغ لك. تروح من عند الباب ولا بنادي الشرطة عليك، تاخذك وتحطك السجن. تالي وقت انت علي. يصير خير يا ابو هلال. ويني انا ريال تاجر، دافع علي التفكير في الاسهم والصفقات الاستثمارية. مو فارغ لك ولا مثالي. يلا عاد نحاش، يلا. السموحة يا ابو بدر، اخوك غلطت بحقك وبيك تسامح، واللي يسلمك مال غيرك ابيك تكفلني. وليش اكفلك؟ انا يا اخوي دخلت بصفقات تجارية عملاقة وخسرت بيها، ويبون يدخلون السجن. ما لقيت حد يكفلني. شفت يا ناكر الجميل كيف ان مالك غير ناسك وهلك وربعك؟ شفت يا بذات، تالي تكفين، تاليك رجعت لي نادم. لا تعايرني، انا جيتك اطلب العفو منك. ما اظنك جاي عشان تستسمحني، انت جاي عشان اكفلك بس تحلم يا النذل. وان كان سامحتك كيف أأمن لك بعد اللي عملته فيه؟